هذه هي الحلول التي يجب على بيتكوفيتش العمل بها لإعادة المنتخب الجزائري إلى السكة الصحيحة تماماً مثل ما كان مع بالماضي، وكذلك طرد بعض اللاعبين الذين انتهت صلاحيتهم. تعرف على الحلول، ولكن قبل ذلك يرجى دعمنا بلايك ومتابعة للقناة تشجيعاً لنا. تمكن المنتخب الوطني الجزائري بقيادة مدربه الجديد فلاديمير بيتكوفيتش من الخروج بأقل الأضرار بهزيمة قاسية أمام المنتخب الغيني على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، قبل أن يعود بفوز من أوغندا صحح به الأوضاع. إذا أراد بيتكوفيتش إعادة الخضر إلى الواجهة يجب عليه اتباع 3 خطوات. أولاً، إعادة بناء الخط الخلفي للمنتخب، وذلك بسبب تراجع مستوى ماندي. ثانياً، إعطاء الفرصة للحارس بنبوط في ظل تراجع مستوى ماندريا. ثالثاً، إبعاد اللاعبين الذين لا يملكون مكانة في المنتخب. وأنت في رأيك ماذا ينقص المنتخب الجزائري